ايه كونداليني؟ الكونداليني طاقة موجودة في اسفل العمود الفقري عند كل الناس، ربنا خلقها موجود عندها طاقة كونداليني، مفيش حد ما عندوش كونداليني. طيب الكونداليني ده بيتحرك، مفروض ان هو بيتحرك وبيتحرر ببطء شديد شديد شديد، بحركات ملتوية كده، حتى بيرمزوا له كأنه زي حركة التعبان كده. البطء الشديد ده بيعمل ايه؟ تأثيره تراكمي. يعني ايه تراكمي؟ يعني انا بيحصل لي شفت في حاجة، تغيير في حاجة، تغيير في حاجة، وبعد كده في الاخر بتلاقي نفسي ان انا حصلت لي نقلة بسبب تحرر الكونداليني ده. ايه اهمية الكونداليني؟ الكونداليني مفيش استنارة من غير كونداليني، من الاخر كده. طيب ايه اللي ممكن أأمن حاجة بتحرر الكونداليني؟ أو إيه مش أأمن حاجة، الحاجة الوحيدة اللي بتحرر الكونداليني بشكل آمن وبسيط وفعال هي الطاقة الإلهية. يعني إيه الطاقة الإلهية؟ من غير الناس اللي لو متعرفوش التأمل ومتعرفوش الشكرات مش مهم، بس الفكرة فين؟ الفكرة إن أنا دلوقتي مثلا تخيل مثلا إن أنت واقف بتصلي بخشوع تام، فأنت مستقبل للطاقات الإلهية دي من شكرة التاج اللي هي المدخل الوحيد للطاقة الإلهية. ومن شكرة التاج تنزل الطاقة الإلهية وتصعد بالكونداليني من أسفل العمود الفقري. كل ما الطاقة الإلهية دي بتكون مستمرة وقوية ومفعلة دايما عندك، كل ما الكونداليني هيبدأ يتحرر بشكل مستمر ببطء شديد. فكرة الكونداليني إنه بيعدي على الشكرات يعني بيعدي على الشكرات على مستوى العمود الفقري عشان يطلع لفوق. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل ماجنيفاي لكل اللي في الشاكرا. الشاكرا دي مثلا مش نظيفة، عدى على الضفيرة الشمسية والسولار بلكسس ولقاها مش نظيفة، فيها غضب شديد جدا، هو بيعمل ايه؟ بيعمل ماجنيفاي للغضب ده. يعني ماجنيفاي يعني بيعظمه وبيكبره، وبيكبر الوحش وبيكبر الحلو كمان. فالفكره فين؟ لما انت بتعدي على بيعدي على شكرة، وبتلاقي مثلا ان انت بعد التامل او بعد اي او whatever الصلاه او مفيش بعد الصلاه، يعني انا قصدي مع تحرر الكندليني وانت اوير لده، بتلاقي نفسك غضبان، فبتعرف ان انا عندي غضب بدأ يطلع على السطح بسبب الكندليني.